كشفت الفنانة سهير رمزي سر تعرضها للانهيار خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين. وقالت سهير رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة إن الفنان الراحل محمود ياسين كان أستاذاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقالت إن أخلاقه كانت فوق الخيال، وإنها عملت معه منذ بداية مشوارها الفني، وشاركت معاه بأكثر من 15 عملاً سينمائياً، وأنه إنساناً لا يعوض. وقالت أيضاً سهير رمزي أن الراحل محمود ياسين كان أهم شيء بالنسبة ليه هو بيته، وقالت كمان إن الأعمال السينمائية كانت بتعرض عليه الأول، وده طبعاً لقيمته السينمائية الكبيرة، ووصل عدد الأعمال السينمائية اللي عرضت عليه حوالي 119 فيلم، وبعدها بتعرض على باقي الفنانين، مؤكدة إن الراحل محمود ياسين كانت كلما زادت شهرته زاد تواضعاً. وعن سبب دخولها في حالة انهيار قالت: اللي حصل ده كان غصب عني، لم أتمالك نفسي، فجأة حسيت إني مخنوقة وإن زميل العمر كله راح مني كده، ما قدرتش أمسك نفسي، أنا ضعت تماما. عملت سهير رمزي مع محمود ياسين في عدد كبير من الأفلام، أبرزها الطائرة المفقودة، المحاكمة، امرأة للحب، عصر الحب، أين المفر، امرأة من زجاج. ومن المواقف النادرة أيضا التي حدثت أمس في الجنازة هو ظهور الفنانة الكبيرة نادية الجندي، وظهرت برفقة طليقها المنتج محمد مختار، وظهروا سويا خلال المشاركة في تشييع الجثمان. ويعد ظهور الفنانة نادية الجندي في أحد الجنازات هو أمرا نادر الحدوث، حيث لم تعتد الفنانة نادية الجندي على المشاركة في هذه المناسبات. نادية الجندي عملت مع الفنان محمود ياسين وتقابل في أكثر من عمل، ومن أشهر أعمالهم فيلم البطنية، وفيلم وكالة البلح، ومسلسل الدوامة. وعلى صعيد آخر ظهرت الفنانة سهير المرشدي بعد طول غياب، وظهرت في الجنازة وهي تستند على ابنتها الفنانة حنان مطاوع، حيث تعاونت سهير المرشدي مع الفنان محمود ياسين في مسرحية حدث في أكتوبر، وشاركوا أيضا في فيلم حكاية بنت اسمها مرمر. رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة. رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين. الله أكبر. الله